عندي سؤال، هو أنا ينفع أصلي السنة على طول بعد الفرض وقبل ما أقول الأذكار في نفس المكان اللي أنا صليت فيه الفرض؟ أولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة، والنهي هنا ليس للوجوب إنما للاستحباب. يعني يستحب إذا انتهيت من الفريضة أن تفصل بينها وبين النافلة بالأذكار، أو تتكلم كلام عادي، أو حتى على الأقل تقول أستغفر الله 3 مرات، أو تغير من مكانك اللي أنت صليت فيه الفريضة لمكان تاني. طب لو الدنيا زحمة ومفيش مكان تاني غير مكاني اللي صليت فيه الفرض، وعندي شغل مثلا أو ظروف طارئة، أعمل إيه؟ يبقى خلاص صلي مكانك، بس بلاش تتخذ الأمر عادة بعد كده، وعلى الأقل يبقى استغفر ربنا بينهم 3 مرات. وبعدين تعالى هنا، هو مثلا بعد الصلاة لو قلت استغفر الله 3 مرات على الأقل وتقوم تصلي مكانك، دي هتأخرك عن الدنيا؟ بلاش بقى تلاكيك، ولا إيه؟ ولا عموما جزاك ربي خيرا، وجزاك الجنة وخير ما تتمنى. كن جميلا.